السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل مساء الفل على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وداخل السلاكة. قبل ما نتكلم في أي حاجة نحب نشكر الناس كلها ونحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا اللي بتدي لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. قبل ما نبدأ أي حاجة ونتكلم في أي حاجة برجو من الناس كل واحد يصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يا نبي. وادعوا اخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم وارحم موتاهم وموتى المسلمين اجمعين. النهارده ان شاء الله داخل السلاكه نتكلم في كام نقطه كده اهو بخصوص رش الحمام وجرعه جديده للحمام. طيب في بس ايه حاجه كده من الفيديو اللي فات، لان احنا كنا الفيديو اللي فات كنا شغالين، سيبك من حته البيع، احنا كنا شغالين في جرعه املاح ومعادن، لا اما املاح معدنيه ايا كان اسمهم ايه. طيب لما بتيجي تدي املاح معدنيه في حمام بيبلك تعب، تاكد التعب ده بيبقى داخلي لفرد الحمام وانت مش واخد بالك. يعني الاملاح والمعادن دي او الاملاح المعدنيه اللي احنا بنديها بيظهر المرض عند الحمام. يعني لو فرد حمام في مرض داخلي وانت مش واخد بالك منه، انت شايفه بيكلف والدنيا تمام، بس هيظهر لك المرض بعد تاني يوم او تالت يوم. انا بشتغل 5 ايام بحيث اللي هو يظهر لي اللي هي الطير المصاب عندي او فرد حمام لو عنده فيه مشكله. تمام. طيب في الحاله دي هشتغل ايه؟ بشتغل مع الحمام المصاب. ركز لكل كلمه لان احنا بنقول بسم الله وعايزين نبدا موسم نضيف وموسم كده ربنا يكرمنا كده فيه ويكون على خير. طيب احنا بنعمل اساسيات الف ب يعتبر تاسيس حمام لموسم الفرد. يعني اللي انت بتعمله ده بتهيئ الحمامات كلها، لان انت عايز تخش الموسم ما يبقاش في اي مشكله عندك في قلب الطير اللي انت بتفرده. طيب في الحاله دي بشتغل مضاد حيوي بشخص المرض اللي عند فرد الحمام، لان هو ممكن يظهر لك عندك سالمونيلا، يظهر لك معو، يظهر لك كونكر. كل ده من الاملاح المعدنيه او الاملاح والمعادن، كل ده من الاملاح والمعادن. طيب في الحاله دي هشتغل حاله فرديه ماليش دعوه بالجماعي. هشتغل امتى جماعي؟ لو لقيت 1 و2 و3 و4 و5 لقيت حالات في قلب السلاكه عندي كتير، لقيت نسبة الإصابة عندي في قلب السلاكة بتاعتي، نسب الإصابات عندي في قلب السلاكة كتير، هبدأ إن أنا أشتغل أي حاجة مضاد اللي هو حيوي، لا إما أي حاجة سالمونيلا حسب المرض اللي عندي. طب لو ظهر لي كونكر يبقى أنا الحمام بتاعي داخل له كونكر، ببتدي أشتغل جرعة كونكر. طيب أنا الحمد لله مفيش إلا فرد حمام كنت مدخله هو عن الحمام كله هو اللي اتصاب. طيب في فردين حمام تاني ابتدوا اللي هم جالهم تنفسي. طب جالهم تنفسي ليه؟ لان في حمام مع النواعم دي الريشه بتقف عند جدائهم كده، فبتبتدي اللي هي تخش في سقف حلقهم، فبيبقى التنفس بتاعهم قليل، فدي اللي هي بتعمل طفيلات ودي بتجبن جوه. تلاقي فرد الحمام اكن بيقول لك ايه ده بيتنفس من بقه. يعني فرد الحمام انت بتكتب له كده اهو اللي هي حته اللي هي التنفس بتاعه، فبيعتبر فرد الحمام تلاقيه قاعد بيتنفس من بقه، لان انت لو فتشت فيه هتلاقي ريشه عامله تجبنات ولازقه في سقف حلقه، ففرد الحمام بيبتدي اللي هو تنفس، فبتبتدي اللي انت تعالجه تنفسي. طيب لو انا اتصبت كده بمرض سالمونيلا يبقى احنا هنشتغل اي مضاد حيوي للسالمونيلا، يبقى احنا كده في السليم. طب انا الدنيا تمام والدنيا زي الفل، يبقى احنا اللي هنشتغل بيه اللي انا هقول لك عليه النهارده. طيب اللي انت هتشتغل بيه ايه يا عم؟ اللي انا هشتغل بيه رفع مناعه. في تغيير جو اليومين دولت، انت كل سنه وانت طيب داخل على مرحله شتاء، فبيبتدي الجو الصبح زي ما انت شايف في تغير الايام دي. تغير الجو ده الصبح بيبقى حر، الشمس كويسه، بتيجي اخر النهار بتلاقي الجو ابتدى ينسم معاك، ممكن يجي بالليل بيبتدي اللي هو يلسع معاك. ما تكتمليش سلكتك ويبقى نفس الحمام في قلبها وتبدا اللي انت تقول لي الحمام عنده مشكله. انا عامه جو جنب البحر ده بيتقفل نهائي، بسيب تهويه وبسيب شراعه شمس، يعني هوا داخل وخارج
وشراعة الشمس دي لازما بتبقى في قلب السلاكة، ما بكتمش السلاكة بتاعتي. امتى اكتم السلاكة بتاعتي؟ لما ان شاء الله نخش في الشتاء والجو خلاص ما فيهوش تغير. لكن دلوقتي شايفهم يومين بيلسعوا، بطبيعه فرد الحمام جسمه بيبقى سخن، فما تقلقش من القصه دي ان هو الجو بيتغير بالليل. فانا اللي مطلوب منك اللي انت بتشتغل رفع مناعه. رفع المناعه ده ايه؟ انا قلت لك جايب عبوات صغيره، مش هقول لك انا جايب بقى ايه عبوات وجراكن والقصه دي، لا انا هجيب يا عم الجرعه اللي هي تشغلني. انا دلوقتي في فتره وقايه للحمام، فابتدي اجيب الجرعات اللي هي البيطري اللي هي العبوات الصغيره، لو انت مش واخد بالك من الفيديو اللي فات. طيب عفوا يا رجاله، دلوقتي انا رفعت المسا من قدام الحمام، ودلوقتي اهي العبوات دي اللي شغال بالسنتي. ده رفع مناعه من اي صيدليه بيطري، روح اي صيدليه العبوات الكبيره دي فهم بيبيعوا الحاجات دي بالسنتي. المستورد احسن حاجه تشتغل مع الحمام. طب انا يا عم ما عنديش صيدليات، احنا يبقى انا هشتغل دلوقتي رفع مناعه، جنزبيل بليمون، عسل بليمون، ده بيبقى رفع مناعه. يبقى انا اديتك المستورد واديتك الحاجات اللي هي الاعشاب زي ما انا بقول لك، اللي مش هينفعك مش هيضرك في اي شيء. اشتغل معاهم لمده 5 ايام، ومن اي علاج لعلاج حتى لو وقايه من يوم ليومين ميه نضيفه، من يوم ليومين ميه نضيفه. طيب انا دلوقتي قمت بعمليه رص الحمام، ببتدي ان انا ارص الحمام بتاعي، ببتدي ان انا اظبط السلاكه بتاعتي، اشوف ايه اللي هيكمل معايا او ايه اللي دخل الموسم وايه اللي انا خارج منه، ببتدي ان انا انزله من قلب السلاكه، عشان انا اللي هيفضل في قلب السلاكه او اللي انا هخدمه هنا ده اللي مكمل معاه الموسم، او ده اللي انا داخل بيه الموسم. كان فايده حمام سنه صغير مربي كام نتايه كده وموقفهم في قلب مصاطب اللي انت تبتدي تخش وتسمي باسم الرحمن في قلب الموسم كده، وده ان شاء الله في حته اللقو هنتكلم فيه. داخل في فرد حمام جديد برضو كل ده بتهيئه، ما ينفعش بقى انت خلاص رصيت عدتك في التغير الجوي ده، ما ينفعش كل شويه تدخل لي فرد حمام على سلتك. لا انا شفت اللي انا في احتياج ليه خليته، او اللي كان ناقصني ابتديت اللي انا ادخله في قلب السلكه، ودخلت كورس الوقايه على الحمام كله اللي هو يعتبر هيبدا معايا ماتش الفجر. تمام؟ ده بالنسبه لحته اللي هو برضه عشان ما يتحسش بخلل في قلب السلكه من دخول الحمام وخروج الحمام من قلب السلكه بتاعتك. طيب رصيت الحمام، في مشكله بعد ما بترص الحمام في ايه دلوقتي؟ الجو زي ما انا بقول لك بيتغير، عايز انت تطلع الصبح لان هي دي الظاهره دي، فتش في حمامك وفتش في اي فرد حمام بتجيبه هتلاقي الحمام الدبان هتلاقيه خفيف في الحمام. الايام دي هتلاقي الدبان في الحمام خفيف، هتلاقي الامله الصغيره دي اللي ماسكه في الحمامايه بتاعتك، ودي مشكله مقابله الناس كتير. طب انا هشتغل ايه؟ وخد بالك من النقطه دي، لان في ناس يا جدعان في ادويه بتبقى سامه، في ادويه بتبقى سامه. في ديزانول 60%، الديزانول ركز للكلام اللي انا بقوله لك، في 60 ديزانول 60% ده بيبقى سام، فبشتغل بحرفه شويه مع الحمام، وفي منه مركز وده اللي بيموت الحمام. في ناس كتير اللهم احفظنا وربنا يرزقهم خير ويعوض عليهم، في حمام كتير راح منهم بسبب حته اللي هو حمى الحمام. احنا هنقول لك دلوقتي هنرش الحمام مش حمام. انت قلقان من حته اللي انت تحمل حمام او مش لاقي ماده فعاله اللي هي بتقضي على السوس او الدبان عندك، بتشوف اي حاجه اللي هي تركيزها قليل، ما تجيبش حاجه التركيز بتاعها عالي. يعني انت تروح لاي حد بيطري تقول له انا عايز حاجه احمي بيها الحمام تكون امنه. عندك المنسوم جايب ايجابي قوي بس برضو ده بيبقى سام. في واحد بيبقى حريف في حته حمى الحمام، يعني انا ممكن لما اجي احمل حمام برفع المسق من قدامه وببتدي اللي انا احمل حمام وبخف الماده بتاعتي بالميه، حميته نفضته حطيته في قلب الباب. طيب لما باجي امسق ما باخدش المسقه املاها من الجردل، باخد المسقه بشويه ميه بخل بشطف المسقه بتاعتي، عشان لو فرد الحمام طلع على المسقه ونقط يعتبر مطرح الحمى ده سم، فبتبتدي تاخد انت المسقه وتحطها في الجردل، يبقى انت خدت الماده اللي انت محمي بيها حطيتها في قلب الجردل اللي انت بتمسق بيه، بتبتدي اللي انت تمسق للحمام
يعتبر من الماده السامه اللي انت بتديها له. ده انا الحمام نشف والدنيا تمام وزي الفل. فهي دي برضو بتبقى مشكله. ما ينفعش يبقى انت حاطط لي المسقه ومكسل اللي انت تقلب المسقه بالشكل ده، حاطط لي المكلف عليها كده اهو، عامل لي كده. طيب وارد ان هو يقف عليها يعمل كده، وارد انه نقطتين يا عم في الغيه دي اقسم بالله اي حاجه وارده، اي حاجه وارده. وارد نقطتين ينزلوا في المسقه، وارد ان هو يضعك فريشه كده ويجري على المسقه شرب منها خلاص، يبقى انت كده بتودي نفسك في داهيه. دي من ضمن الاساسيات اللي احنا بنتكلم فيها. طيب دلوقتي انا عندي بخاخه دي، ده اللي اسمه المصل الذكي ده، دي جايه لي من طنطا، دي امنه يعني، دي بتاعت صراصير ونمل امنه، مفيش اي مشكله. فانت شوف الماده اللي هي شغاله. طب انا يا عم مفيش اي حاجه، في حاجه اسمها افرازين، دي من الصيدليه العاديه، افرازين من الصيدليه العاديه، مش عارف على البخاخه 5 سم او غطا على البخاخه. فانت لو مش هتعرف تحمي، انا دلوقتي الوقت بتاعي ما يسمحش، بقيت انزل الصبح بدري للشغل، فما عنديش وقت لان انا بطلع الصبح اول حمام وانزل على طول على الشغل، فما عنديش الحته اللي انا هحمي فيها الحمام او الوقت اللي انا هحمي فيه الحمام، لان انا الحمام بطبيعته لما دخل في مرحله الهتش حميته ونفضته من اللي هو الدبان والسوس ده بحيث الريش بتاعي يطلع ما فيهوش اي مشكله. فانا دلوقتي اقوم بعمليه رش الحمام، يبقى انا هرش الحمام وانا قالب المسق كده ينفضوا الميه اللي عليهم، وابدا اللي انا اخش امسح لهم بعد ما الحمام بتاعي ينشف. طيب الحمام بتاعك نشف والدنيا تمام، ابدا اللي انا اشطف لهم المسق بتاعتي وابدا اللي انا امسح لهم واخش اكلفهم، وده بيكون في البدري بيكون احسن. ما تجيش اللي انت ترش الحمام في ميعاد الكلفه، لانك انت لو رشيت الحمام في ميعاد الكلفه ممكن الحمام ما يكلفش. انا دلوقتي رافع المسق ومعطش الحمام لان انا لسه جاي متاخر، فانا يعتبر النهارده اكلف متاخر، فهرشهم دلوقتي مش هتفرق معايا بقى. حتى لو المغرب اذنت هولع الاضاءه في قلب السلكات واطلف الحمام، وما بتبقاش كلفه شبع، بنقل لهم كده اهو، بحيث اللي هو لو في اي حاجه يترضى على طول، ما يبقاش عندي مشكله داخل السلاكه عندي. تمام يا رجاله؟ ده حبينا اللي احنا كده نوضح لكم كل حاجه بما يرضي الله في قلب السلاكه، وده انا بقول لك اللي شغالين بيه وبما يرضي الله. هنبتدي دلوقتي نبص على الحمام كده برضه عشان ايه يبقى انت شايف كده. ادي الحمام اهو، بص ما فيهوش اي حاجه اهو، يعني انا عندي الحمام اهو نضيف ما فيهوش اي مشكله. بس وارد هتلاقي واحد هتلاقي اتنين فيهم اللي هو الامر اهو، بختين كده لكل فرد حمام. ولما تيجي تبخ حمام او هتحمي حمام ركز في النقطه دي دلوقتي، ما تبخش من فوق وتنزل تحت، هات من تحت لفوق، هات من تحت لفوق. يعني انا هحمي من تحت لفوق. قلت لي ليه؟ عجبني السؤال. لانك انت لما بتحمي من تحت الدبان والسوس واي حاجه في فرد الحمام، لو في دبان بيبتدي اللي هو يطلع يطير لفوق. طيب طلع طار لفوق لبس في قلب الحمام اللي هي السلاكه القلبه الثانيه. طيب هاجي اجيبها من فوق، اللي هيطير فوق ما عنديش مشكله. لكن انا لو خدتها تدريجيا كده بعد ما احمل اللي فوق هاجي اللي تحت اكني ما حميتش اللي فوق بالظبط، يبقى اللي تحت طاير من فرد الحمام طالع لي على الحمام من فوق. تمام يا رجاله؟ ادي اهو الحمام اهو. الحمد لله دي برضه بتدل عن خدمتك اهو. وانا برضه اركز في حته المضادات الحيويه لانك انت بتهري يعتبر مناعه فرد الحمام. مضاد الحيوي يا جدعان بيشتغل يعتبر في الطوارئ، يعني تشتغل بيه في حاله الطوارئ، مش لازم اديله جرعه مضاد حيوي. ممكن الاول كنا بنشتغل مضاد حيوي بنمشيها واحده واحده كده، مع الوقت يا جدعان بتشوف ايه اللي يصلح للحمام وايه اللي ما يصلحش. يعني انت مع مرور الوقت ومرور السنين في قلب الغيه هي بتبقى تجارب، بس تجارب على حساب نفسك مش على حساب الناس. فاحنا بنطلع لما بنيجي نتكلم بنطلع بما يرضي الله، بنقول لك اللي احنا بنعمله لان هو ده اللي انا شغال بيه. مش هقول لك كلام وانا بعمل حاجه تانية اهو. بص
كده حاجه كده، واوريك رصه الحمام بتاعتي كده. وان شاء الله دي مش فرجه، دي بس كده كام معلومه كده، وهنخلص بس فرجة الحمام ده واقول لك انا عملت ايه داخل السلكه دي. والحمام التحضين زيه زي الغزار، يعني لما تيجي ترش هترش كله، مفيش حاجه اسمها ايه ارش فرد حمام غزار واسيب الحضار، لا انت سلكه دخلتها خشها من بابها. تمام يا رجاله؟ طيب تعالوا بقى عشان نختم الفيديو بتاعنا كده. ايش اللي طالع عليكم؟ ادي دولت الديكوره اللي واقفه في البيبان السلك، وادي هنا الناحيه دي نفس الكلام اهو، وادي دولت النتي دولت كانوا متقسمين على المسطبتين دولت شويه الحضان بتوعنا اهو، النتي بتوعنا، ودولت كده حمام حضان، دول كده حمام حضان. التحضين ده سايب، ودولت متقسمين على مسطبتين. هبتدي اللي انا اعمل ايه دلوقتي بعد ما ارش دولت، هبتدي اللي انا سايبهم واقسم المسطبتين دولت دلوقتي، يعني اقسم الحمام ده على المسطبتين. عندي هنا كام واحده دولت برضو في الغزار بتوعي، وادي بقيتهم الحمام بقى اللي هو هيشتغل مع حد. دكر وردي، دكر حلس، شخشولي اصفر، وردي تاني، حلس قشر بندق، ادي حلس اخضر تاني، شخشولي احمر، شخشولي اسود. كل فرد حمام يا جدعان ليه سكته، كل فرد حمام ليه سكته. ركز كده هتلاقي هنا ورد وهنا ورد، في النص فرد حمام فاصل ما بينهم، عشان لما اجي مثلا لو انا هلقي نتايتين على دكر واحد ما يبقاش النتايه شايفه الدكر جنبها، يعني ما رصش دكرين جنب بعضهم. في برضه حرفه في الرصه بتاعت الحمام ده يا جدعان، حاول ان انت لما بتيجي ترص الحمام بتاعك كده ما ترصش دكرين بتدخل لهم نتايه واحده. يعني لو انت عندك مثلا 3 4 نتي فيهم كل نتايتين بيخشوا على الدكرين، يعني مثلا عندك نتايتين بيخش على دكرين، بتبتدي اللي انت تخلف الدكرين دي عشان النتايه ما تبقاش شايفه اللي هو الدكر. اللي انا مثلا نكشت حصويتين من السكرت ده، النتايه اللي من عليه ريحتها شويه في المصطبه، جنبي هنا مثلا كسكروته، عايز النتايه الاولانيه ده ادخلها على دي، ممكن تفضل واقفه له كده وده يفضل يصرخ وتفضل ايه ما تاخدش الدكر بمنتهى السهوله، لان بيبقى في مشاكل حتى في دخله الموسم كده اهو، في دكوره ما بتاخدش نتي، وفي نتي برده بتبقى مخشنه ما بتاخدش الدكوره بتاعتها. فكل ده ان شاء الله هنتكلم فيه واحده بواحده. تمام يا رجاله؟ ده الفيديو بتاعنا النهارده، معلش الاطاله عليكم، بس هو اهم حاجه الافاده. نسألكم الدعاء مش اكتر ولا اقل. لو عجبك الفيديو بتدعمنا بالكلمه الطيبه، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا. سلام. اللي انتوا شفتوها دي يا جدعان دي السكرتايه اللي هي ماتت يعتبر من العلاج، ونسينا احنا نقول لكم جرعه العلاج اللي انا شغال بيها 1 سنتي على رتل الميه، هي نسب وتناسب، شغاله 10 رتل ميه، شغاله 20، هي الجرعه بتاعتنا 1 سنتي على رتل الميه. فانت ادام بترفع المسقه وبتقلبها وبتعطش والقصه دي، فما تملاش المسقه على الاخر، املى نصاص كده اهو ادام انت بتقلبها لمده 5 ايام. تمام يا رجاله؟